السلام عليكم. شفنا قبل كده فيديو مقدمة لجيميناي اي بي اي، وشفنا فيديو تاني تطبيق فلاتر شات بوت مبني على جيميناي اي بي اي. الفيديو ده عشان نفهم اكتر الفرق بين كل موديل والتاني وامتى نستخدمه. ودايما اتعود انك تفهم الاساسيات كويس الاول، ما تاخدش كود شغال لتاسك معين وخلاص. الكود النهارده بايثون، ولو فهمناه نقدر نعمل اي تطبيق باي لغة او فريم ورك. ويلا بينا نبدأ. النهارده هنتكلم على جيميناي برو وكمان على جيميناي برو فيجن. الامبيدنج ده هنخلي له فيديو لوحده. ده الفلو بتاع البرنامج، سواء هستخدم جيميناي برو او جيميناي برو فيجن او امبيدنج موديل. اول حاجه بعمل امبورت لجوجل دوت جنريتيف اي اي از جين اي اي. بعد كده بعمل كونفيجريشن عن طريق الاي بي اي كي. بعدين بشوف انهي موديل انا هستخدمه. لو هستخدم جيميناي برو بيكون عندي موديل بيجنريت تكست، وده بيستقبل تكست ويطلع تكست. يا اما بعمل تشات سيشن، وده بيفتكر الهيستوري بتاع الشات، بدخله برضه تكست ويطلع لي تكست. لو عندي تكست وعندي ايمج بستخدم جيميناي برو فيجن، وده ببعت له تكست وايمج او اكتر من تكست واكتر من ايمج، وبعد كده يطلع لي تكست اوتبوت. اخر حاجه لو عايز اطلع تكست امبيدنج بديله تكست واطلعه فيكتور. تعال نجرب جيميناي برو النهارده وجيميناي برو فيجن. بدخل على جوجل اي اي ستوديو عشان اجيب الاي بي اي كي، وهنا بجيب الكي بتاعي، بدوس هنا واخد كوبي للكي. هنشتغل النهارده عن طريق باي تشار. دلوقتي باي تشار هختار نيو بروجكت pure python، وهختار version environment based on python 3. الباث بتاعه يكون ايه؟ اسم البروجكت هسميه Gemini API tutorials، هقوله create. دي الفيرجن environment دلوقتي بتاعتي. لو جيت هنا عند PyCharm menu settings هختار هنا اسم البروجكت Python interpreter. ممكن ازود من هنا باكج، اقوله install جوجل داش generative AI اهي. ممكن اختار فيرجن كمان معينة. هنا بعرف الاوثر والويب سايت او الجيت هاب لينك، هقول انستول باكج، يبتدي يعمل انستولينج. كده خلاص هقول دلوقتي كلوز، وهلاقيه زود الباكج عندي، ولو اي ريكويرمنتس بيزودها كمان. هقول دلوقتي اوكي دلوقتي. بعدين اعمل نيو نوت بوك، جوبيتر نوت بوك، هسميه جيميناي اي بي اي نوت بوك. الاكستنشن بتاعه اي بي واي ام بي انتراكتيف بايثون نوت بوك. هنا محتاج ينزل جوبيتر، هقول انستول، بينزله عندي تحت. ممكن ابتدي اكتب هنا في السيلز بتاعتي. تعال اول حاجه نقول دلوقتي الامبورتس. السيل دي هخليها مارك داون، وهدوس شيفت انتر عشان اقسم الفايل بتاعي يكون منظم. عايز امبورت دلوقتي جوجل. الميزه برضو عندي ان هو في اوتو كومبليت دوت جنريتيف اي اي از جن اي اي امبورت او اس. هنشوف ليه دلوقتي. انا عايز اعمل فايل دلوقتي دوت انف عشان احط فيه الاي بي اي كي عشان ميبقاش موجود في الكود. هاجي هنا اقول له نيو فايل دوت انف، بقول له هنا اي بي اي كي، ده اسم الفاريبل، بيساوي الكي بتاعي، ومش هقول لكم عليه. ودايما اتعود تحط الكي في دوت ان فايل عشان محدش يقدر يشوفه من الكود نفسه. طيب دي الامبورتس بتاعتي. طبعا هي ديمد عشان لسه ما استخدمتش اي باكج منهم. كمان محتاج انزل باكج، هنزلها من هنا بقى المره دي عشان نعرف برضو امكانيات باي تشار. هنزل من هنا دوت انف، عندي في بايثون دوت انف، ده هنزله انستول. هختار الفيرجن واجي هنا اقول له from دوت انف import load underscore دوت انف، واعمل ران للسيل عن طريق شيفت انتر. الايرور ده طلع لي قبل كده، هو حله في ستاك اوفر فلو ان انا انزل فيرجن اقل. دي حلها اجي هنا عند باي تشار سيتنجز، هدور على يو ار ال، عملت دبل كليك عليها وهختار فيرجن مختلفة 26.6. هقول دلوقتي انستول باكج، اقول له خلاص مش عايز اشوف الورنينج ده. خلاص شغل السيل دي. هبتدي بعد كده اقول له دلوقتي لود دوت انف عشان ابتدي اشوف الفايل بتاعي. تعالى بقى نقفل كل الكلام ده.
وبعدين اقول له دلوقتي عندي variable API key بيساوي os dot environment dot get، واقول له اسم الفاريبل اللي انا حطيته في دوت انف كان اسمه API key برضه API underscore key، وعشان اتاكد بقول له print API key. كده انا قريت ال API key. تمام، تعالى بقى نعمل الموديل بتاعنا. بعد ال API key هقول له دلوقتي gen AI dot configure، دي اول حاجه شفناها في الدياجرام. هقول له ال API key بيساوي ال API key الفاريبل بتاعي، وادوس شيفت انتر. خلاص كده حط لي مارك داون. لما اقف هنا بس بين التو سيلز ممكن اختار اد مارك داون سيل. هقول له دبل هاش جيميناي، هبتدي اشتغل على اول موديل جيميناي برو موديل، شيفت انتر. هقول له دلوقتي الموديل بتاعي بيساوي جين اي اي دوت جنراتيف موديل، وافتح قوس هنا الموديل نيم هكتب هنا جيميناي برو داش جيميناي برو، شيفت انتر. تعال نجرب كده، نقول له جنريت كود. هقول له دلوقتي response equal model dot generate content، واكتب له البرومبت اللي انا عايزها. تعال نقول له دلوقتي describe life in 10 words، وبعد كده اقول له print response dot text، shift enter. ممتاز، جاب لي هنا response dot text. حلو جدا. moments passing joy and sorrow lessons learned love shared 1 2 3 4 5 6 7 8 9. حلو جدا. طيب تعالى نحول ده الفانكشن. هيجي هنا وهقول له def generate content underscore content، هستقبل prompt وعدل هنا، خلي دي تاب، وهنا بدل ما اقول print هقول له return response dot text. تعالي نقفل اللي تحت ده عشان الدنيا تكون واسعة، ونكبر الكود شوية. هنكبر الكود settings font السايز خليه 15. كده حولناها لفانكشن. شيفت انتر. طبعا هشيل ده واكتب هنا البرومبت، شيفت انتر، واجي انادي هنا على الفانكشن نفسها. هقول له generate content، وهقول له دلوقتي describe life in 5 words. هنا جاب لي ريسبونس مظبوط، يبقى انا كده شغال تمام. تعالى انادي كمان عليه مره تانية. بدل ما اقول له describe life هقول له in 3 words، مش هكتب له describe ايه. في الحاله دي يبقى generate content بيفتكر الكونتكست. تمام، هنشوف برضو الشات سيشن بيفتكر الكونتكست، لكن الفرق ان الشات سيشن فيه history. يبقى دي كانت اول حاجه. تعالى بقى نشوف. نقول له دلوقتي mark down chat session. هاجي هنا اقول له chat session بيساوي model، هستخدم نفس الموديل dot start chat، بياخد argument history، ممكن ازود فيه شويه prompts. اما اقول له دلوقتي history بيساوي empty. تعال نقول chat session من غير اي حاجه، عباره عن instance من chat session class. ده اسم الموديل اللي بيبص عليه، والهيستوري بتاعه empty. طيب تمام، تعال نشيله من هنا clear. نعمل فانكشن برضو. الفانكشن دي هنسميها مثلا send to chat، تستقبل prompt. الريسبونس بتاعي بيساوي chat session dot send message، ابعت رسالة، ودي هتكون prompt return response dot text. وتعالى نتست الفانكشن دي. تعالى نقول دلوقتي response equal
ده طبعا الريسبونس هنا غير هنا، ده local variable. تمام. هقول له response equal send to chat. هقول له دلوقتي hi print response. خليها result عشان ما اتلخبطش، خليها دي result. تعال ندوس shift enter. رد عليا how can I assist you today. تعال ناخد نفس الكلام ده كده حطه هنا describe Python in 5 words. طيب دلوقتي عمل لي وصف البايثون. تعال نقول له اخر حاجة، مش هكتب describe ولا بايثون، هقول له C sharp in 5 words. فهم ان انا بقول له describe C sharp. تمام، يبقى نفس الكونتكست ماشي معايا هنا في كل الكلام ده. وخلي بالك بستخدم نفس الشات سيشن. تعال اعدل في الفانكشن دي حاجة بسيطة، وهقول له دلوقتي رجع لي كمان الهيستوري. رجع لي الشات سيشن دوت هيستوري. وتعالى هنا بقى هقول له دلوقتي الفانكشن دي بترجع لي حاجتين، فانا هقول له result والهيستوري. هنا هقول له print result لوحدها، وهنا print star 80، وبعدين هقول له هنا print history. وتعالى نشوف كده هيقول لي ايه. دي اول حاجة الرد بتاعه عليا. بعد كده ده الهيستوري. دي كل المحادثة اللي بيني وبينه. البارتس تكست هاي، مين اللي بعت التكست؟ اليوزر. البارتس تكست hello there how can I assist you. والرول بتاعته الموديل هو اللي رد، وهكذا. ماشي، يبقى ده كل الهيستوري. يبقى هنا تشات سيشن ميزته ان هو بيحتفظ بالهيستوري. تمام، حلو جدا. تعالى بقى نشوف اخر حاجة، نعمل هنا clear. وتعالى نشوف حاجة جميلة جدا هي جيميناي فيجن. هقول له دلوقتي mark down جيميناي فيجن. وهنا عايز احط صور عشان اقول له يوصف الصور دي. جينا بقى ايه للشغل الجميل. الصور دي هحطها هنا. حطيت صورتين image 1 image 2. دي اول صورة العربية دي شكلها يمكن تقع، وعندنا الصورة التانية اللي هي دي. ده الروبوت اكنه بيعلم ناس الكودينج. طيب اول حاجة هعملها في جيميناي فيجن ان انا هقول له اسم الموديل، لان ده موديل مختلف. يبقى موديل ده فاريبل تاني بيساوي جين اي اي. تعال نسميه فيجن موديل جين اي اي دوت جنراتيف موديل. وهنا اسم الموديل هيكون جيميناي برو فيجن. شيفت انتر. دي اول حاجة. بعد كده عايز اقرا الصورة. عشان انا شغال على جوبيتر بستخدم ipython.display import image. عندي في image class جوه ipython.display. لكن لو شغال على بايثون فايل هستخدم مثلا library زي pillow وفيها برضو image class. هقول له image بيساوي image واكتب اسم الفايل مثلا image1.jpg. هقول له image، جاب لي الصورة قراها مظبوط. وتعالى نقول له response بيساوي vision model dot generate content. وهنا عندي فيه contents بقول له فيها array. الاري دي عبارة عن text و images. تمام، يبقى أنا هنا ممكن اقول له describe this image وبعدين كوما واقول له الايمج بتاعتي اللي هي اللي فوق دي. وبعدين اقول له دلوقتي print response dot text. جميل جدا، قرا الصورة وجاب لي description بتاعها. The image shows a black car on a narrow road on a cliff.
The road is surrounded by tall mountains and the car is about to fall. حلو جدا دي، يعني هو كمان واخد باله ان العربية ممكن تقع. جميل. تعالى نقول له دلوقتي نحول دي الفانكشن بقى. يبقى تعالى هنا وهقول له def اسم الفانكشن generate vision content او whatever الاسم. هقول له هنا هبعت له هنا الاري دي content list. هاجي هنا اخد دي كده احط بدلها content list. تعالى نظبط بس هنا وانا هقول له return كده تمام. هقول له دلوقتي shift enter واجي انادي عليها. هقول له دلوقتي generate result equal generate vision content وهبعت له التكست بتاعي. تعال نقول له what do you expect وابعت له الصورة print result the car is likely to fall off the cliff. ممتاز جدا. and into the water below. هتقع في المية. حلو قوي. تعالى نجرب الصورة التانية. هقول له دلوقتي image 2 بتساوي image class وهقول له دلوقتي الصورة التانية image 2.jpg image 2 دي الصورة التانية. تعالى نبعت له دلوقتي نقول له تعالى ننادي على الفانكشن برضو اللي احنا عملناها generate vision content generate. تعالى نسمي prompt هنا prompt بتساوي. تعالى نكتب له أكتر من سؤال. أول حاجة what do you see in this image رقم 1. رقم 2 how many persons in this image. 3 نسأله كمان is it sunny or cloudy. هنا في شكل شمس على اليمين هنا. وقبل ما ابتدي هقول له دلوقتي respond in bullets. دي البرومبت. وتعالى بقى نبعت تاني زي ما بعتنا في الصورة اللي قبلها result. هبعت له هنا البرومبت بس هنا سألته أكتر من سؤال وبعت له الصورة اللي هي رقم 2. وتعالى نشوف هيقول لنا ايه. حلو جدا. I see a robot. شايف robot standing in front of a group of people. The robot is giving a presentation. بيدي presentation. حلو. And the people are sitting in chairs and listening. كلهم بيسمعوا دلوقتي أو بيستمعوا. There is a large screen behind the robot. شايف السكرين دي كلها كمان. And it's displaying a code. شايف كمان إن ده كود. برافو. تاني حاجة في 11 واحد موجود. هم أكتر من 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. مش مظبوط. طيب it's sunny. حلو. برافو. طيب يعني كمجمل هو جاوب إجابات تعتبر مظبوطة ما عدا بس عدد الأشخاص ودي صعبة برضه مش سهل. هنكتفي بكده النهارده شفنا ازاي جنريت كونتنت وازاي الشات سيشن وازاي كمان جيميناي فيجن بتشتغل. ارجو ان الفيديو كان عجبكم. الفيديوهات الجايه ان شاء الله هتكون تكنيكال اكتر ومش هتكون عن جيميناي بس. اشوفكم الفيديو القادم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.